الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي وأخواتي الأعزاء، ويا أيها الآباء والأمهات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أميمة رايا بامجة، أقف هنا أمامكم كرئيسة لحلقة هذا اليوم مهمة جدا بعنوان بوريفن، وهي حلقة يقدمها لكم الأطفال. وقبل أن نقدم لكم المتحدثين ونفتح محاضرتنا بالقرآن، ويفتح لنا بالقرآن القارئ سيد رايا بامجة، فليتفضل مشكورا ومأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقبل أن أقدم لكم المتحدثين، أريد أن أقدم لكم من يعرفكم أهمية الموضوع، وهو مجاهد عبد الرحمن. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الأبناء. يمثل الأبناء في كل أمة عمودها الفقري وقلبها النابض ويدها القوية التي تبني وتحمي مخزون طاقتها المتدفق التي يملأها حيوية ونشاطا وهمزة الوصل التي تربط بين الحاضر والمستقبل. ومن هنا وجبت العناية بهم الحرص على حسن تربيتهم وإعدادهم. ويعتبر الأبناء وقودا لحركات التغيير في كل المجتمعات لما يتمتعون به من حماسة القلب وذكاء العقل وحب المغامرة والتجديد والتطلع دائما إلى كل جديد والثورة على الطبيعة والتقاليد إلا ما كان دينا قويما أو تراثا صحيحا. ونظرا لما يشهده العصر الحالي من التغيرات المتسارعات في كل مجالات الحياة كالثورة المعلوماتية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقفزة الهائلة في نظم الاتصالات وفضائيات الإعلام وغير ذلك من مظاهر التغير اللامتناهية مما يسم حياتنا بعدم الثبات والاستقرار. من هنا وجب علينا أن نربي الأبناء التربية المرنة التي تعلمهم كيف يتعلمون لا ماذا يتعلمون، تربيهم كيف يتعاملون مع التكنولوجيا الحديثة بقيم الثقافة التليدة، كيف يضعون بصمتهم على الدنيا فيضيفون يبدعون بدلا أن يكونوا عالة على الغرب يستهلكون. فك العقدتين التي نحن مصابون بها على نطاق الساحة البلد التصاغر والتكابر، التصاغر تجاه الثقافة الأجنبية والتكابر تجاه الثقافة القومية والإسلامية مما يشكل خطرا كبيرا على الهوية الثقافية الإسلامية ويعمل على خلخلة الانتماء. وأن يلفت الآباء والأمهات انتباههم إلى الصناعة الثقافية بأشكالها المختلفة التي تمثل غزوا اقتصاديا للوطن فضلا عن الغزو الثقافي الفكري وانتشار السلع الثقافية الأجنبية. انتشار النار في الهشيم في أوساط الشباب بصورة خاصة. إن الصحف والدوريات والكتب لا تمثل إلا جانبا ضئيلا من هذه السلع، فتتجلى كثرتها الكاثرة في أفلام السينمائية وفي أدوات الموسيقي من أشرطة واسطوانات وآلات غير ذلك من أجهزة الفيديو والتسجيل وأجهزة التصوير المتطورة فضلا عن الألعاب
خاصة بالأطفال والشباب ولا سيما الإلكترونية منها وسائر مبتكرات الصناعة الثقافية الإلكترونية. وهذا الغزو للمنتجات الثقافية يمثل تهديدا حقيقا للوطن اقتصاديا وفكريا فضلا عن تأثيره في سائر أنماط السلوك، وخاصة عبر قنوات الفضائية إذ تسرب تمجيد العنف واستثارات الغزائل والشهوات. إننا وللأسف نتلقى معظم إن لم يكن كل ما يأتينا من أهل الغرب بكفاءة منقطعة النظير، دون أن نحاول أن نحلله أو نفسره، ودون أن ندرك أن ما يأتينا منهم يعكس منظورهم وتحيي زآتهم كما هو متوقع من كل هو إنساني. ولذا ثمة غياب ملحوظ للبعد النقدي في الدراسات الإسلامية والأرومية أو كعالم الإسلامي وكبلدنا خاصة للمفاهيم والمصطلحات الغربية، إذ أننا نكتفي دائما بنقل أفكارهم من وجهة نظرهم دون أن نطرح أي أسئلة تنبع من رؤيتنا وتجربتنا التاريخية والإنسانية، ودون أن نتوجه إلى القضايا الكلية النهائية الكامنة في النصوص التي ننقلها ونشرحها. فنحن لا نسأل على سبيل المثال عما إذا كان الإنسان كما يتمثل في النصوص الذي ننقله كائنا ماديا بسيطا أم كائنا مركبا يتجاوز المادة. ومن أين يستمد هذا الإنسان معياريته من قوانين الحركة أم من شيء أكثر تركيبا؟ هل هناك هدف أو غاية في حياة الإنسان أم حياته نهو الصدفة والحرية العمياء؟ وأخيرا، هل الإنسان هو مركز الكون القادر على تجاوز عالم المادة أم أنه كائن لا أهمية له يذعن لظروفه المادية وللحتميات الطبيعية؟ إخفاقنا في تعريف البعد الكلي والنهائي هو السبب الكامن وراء ما نلاحظ من خلط بين المفاهيم، إذ يتم تصنيفها والربط والفصل بينها على أسس السطحية من التشابه والاختلاف. نعيش اليوم عصر سيادة الأشياء، إنكار المركز والمقدرة على التجاوز والسقوط كل الثوابت والكليات في قبضة الصيرورة. حتى أواخر الستينيات كان الإنسان بإنسانيته إطارا مرجعيا للحركات في تلك الحقبة، وذلك بوضوع حدود فاصلة بين الإنسان والطبيعية، وافتراض وجود مركزية ومعيارية ومرجعية إنسانية والطبيعية إنسانية مشتركة تحتكم إليها هذه الحركات، غير أن معدلات الترشيد المادي للإنسان بعد ذلك تصاعدت، فأعيدت صياغة المجتمع والإنسان ضمن معايير المنفعة المادية والجدوى الاقتصادية كما نراها، وأن هذا التغيرات أزاحت الإنسان من المركز إلى الهامش وحلت محله السلع والأشياء، وتمددت هذه النظرة المادية فشملت كل جوانب الحياة حتى غدا أي عمل إنساني مضطر بكونه العمل. الأسرة تعتبر الأسرة الحجر الأساسي في تكوين المجتمع ونشأته، ويمكننا أن نمثل الأسرة في المجتمع بالخلية داخل الجسم، فهي تعتبر الوحدة الأساسية المكونة للمجتمع، وتماما كالخلية البيولوجية في الجسم فالأسرة لها بنيتها المركبة الخاصة بها ولها وظائفها الخاصة بها. وحيث إننا نعيش في زمن التغيرات الأوضاع العادية للمجتمع، فقد عرفت الأسرة أيضا تغيرا كبيرا في بنيتها ووظائفها وأدوارها كمؤسسة اجتماعية. كانت منذ عهد قريب المؤسسة الاجتماعية أكثر استقرارا وتماسكا. لعل من أكبر وأهم هذا التغيرات التي مست الأسرة تحولها من أسرة منتمدة تحوي بالإضافة للزوجين أقرابهما سواء الأصول والفروع إلى أسرة نووية مؤسسة أساسا من الزوجين وأبنائهما فقط، وبهذا يكون الإنسان قد تفكك وتحول من الإنسان المركز المنفصل عن الطبيعة إلى الإنسان الهامش المادي المتحد مع الطبيعة والذائب فيها والمستمد أحكامه القيمية حسب معاييرها، حتى أصبحت الفرادة كمكتسب الإنسانية وحق الإنسان في المساواة إجبارا عليه. إن القوانين المجتمعات الحديثة تنتهك خصوصية البشر وتفرض نمط الفردية عليهم، مما أدى إلي أن يصبح الإنسان عدوا لنفسه قبل غيره. ولذلك كان علينا لزاما أن نعد أجيالا مؤهلين قادرين للمسؤولية،
ويفهمون الإسلام فهما صحيحا ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقا دقيقا ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر وسفراء للإسلام يمثلونه في العالم. الموضوع الأول: حقوق الإنسان والعدل في الإسلام. المتحدث الأول الأخ سيد رياب بامجة، وهو يبلغ من العمر 9 عاما، وهو طالب في الصف السادس الابتدائي، وقد قرأ القرآن الكريم وقدرا من الأحاديث النبوية، ويتحدث باللغة العربية الفصحى قدر الإمكان، وكان بارا بوالديه ولطيفا مع إخوته، وله تطلعات بأن يكون عالما عاملا عامرا وممثلا للإسلام. وهو اختار أن يقدم لكم هذه المحاضرة بهذا العنوان: حقوق الإنسان والعدل في الإسلام، لما يعلم من أهميته. والآن أقدم لكم الأخ سيد ليلقي عليكم محاضرته. الأخ سيد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوع حديثي اليوم حقوق الإنسان والعدل في الإسلام. يمنح الإسلام كثيرا من حقوق الإنسان لكل فرد، وفيما يلي بيان بعض حقوق الإنسان التي يحميها الإسلام: الحياة الإنسانية والملكية في الدولة الإسلامية تعتبر مقدسة سواء كان الشخص مسلما أم لا، والإسلام يحمي الشرف، ولذلك يحرم في الإسلام شتم الغير أو السخرية منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالعنصرية غير مسموح بها في الإسلام، فالقرآن يؤكد المساواة الإنسانية بهذه اللهجة القوية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والإسلام يرفض ادعاء بعض الأفراد أو الأمم تمييزهم بسبب الثروة أو القوة أو العرق، إذ إن الله خلق الناس سواسية، وأن التمييز بين فرد وآخر لا يكون إلا على أساس صحة العقيدة والتقوى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ومن أخطر القضايا التي تعاني منها الإنسانية اليوم هي العنصرية، فالعالم المتقدم يستطيع أن يرسل رجلا إلى القمر، ولكنه عاجز عن أن يمنع رجلا من أن يكره أخاه الإنسان أو أن يقتله. ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الإسلام المثل الحي للقضاء على العنصرية، فالحج السنوي إلى مكة يترجم الأخوة الإسلامية الحقيقية بين جميع الأجناس وجميع الأمم، وذلك عندما يأتي أكثر من 2 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم إلى مكة لأداء فريضة الحج. والإسلام دين العدل. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بل يجب أن يلتزم المسلم بالعدل حتى في التعامل مع من يكره من الناس. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب
أو ألقى السمع وهو شهيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أسيد. والموضوع الثاني الأسرة في الإسلام، ويقدمه لكم الأخ بدر يا بامجة، عمره 9 عاما وهو طالب في الصف الثاني الابتدائي. والأخ بيت قد تعلم القرآن الكريم وقدرا من الأحاديث النبوية، ويتحدث باللغة العربية الفصحى، وكان بارا بوالديه ورحيما مع أسرته، وكذلك له رؤية بأن يكون سفيرا للإسلام وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وموضوع محاضرته اليوم الأسرة في الإسلام. والآن أترك المنصة للأخ بيت ليلقي عليكم محاضرته بنفسه. الأخ بيت فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوع حديثي اليوم الأسرة في الإسلام. الأسرة التي هي الوحدة الأساسية في الحضارة الإنسانية تعاني اليوم من التفكك والانحلال، في حين أن النظام الإسلامي للأسرة يقرر حقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الأطفال وحقوق الأقارب في توازن دقيق، وهو يغذي سلوك الإيثار والكرم والحب في إطار أسرة جيد التنظيم، وما يحقق استقرار الأسرة الموحدة من سلام وأمن له تقدير بالغ الأهمية، وينظر إليه باعتباره عنصرا جوهريا لنمو الروحاني بين أفراد الأسرة، ويتحقق الانسجام النظام الاجتماعي بوجود الأسر المنتشرة وبإعزاز الأطفال والاهتمام بهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وأخيرا لدينا آخر متحدثة، وهي زهرة ريا بامجة، وهي تبلغ من العمر 6 عاما، وهي تدرس في روضة الأطفال، وأكملت الجزء الرابع من القرآن. أختي زهرة فلتتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الله لا إله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي زهرة ريا بامجة، أقدم أمامكم سورة الإخلاص باللغتين العربية والإنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. قل هو الله أحد. Say is Allah the one and only. Allah Samad. Allah the eternal absolute. لم يلد ولم يولد because it's not nor is he begotten. ولم يكن له كفوا أحد. And there is none like unto him. وآخر
جزاك الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. lafti qophaa'ee kee madaabaraatti naqama yoo seefoo ta'e yoo lafa midhaanii magarsine ta'e yoo lafa midhaan magarsite immoo yoo madaabaraatti naqanii jika warra baadiyyaa beeka kan qotee bulaa beeka afaan qotee bulaa wal naasa'uuf nama qotee bulaadhaaf agaruuf dhibba keessa 8 qotee bulaadha jedhamne waan beekamuuf waan qotaa jiru lafa beeka wanni beekamuu qabu ijoolleen amma afaan arabaatiin haasoftee afaan faranjiitiin haasoftee faarfamtee afaan arabaatiin haasoftee wanni hin xiqqeeffamtu hin jiru. Afaan arabaa afaan chaayina ta'e afaan qulqulluu afaan nyaanyileeku afaan daawuroo afaan burjii afaan manjangala afaan anyuwaaq afaan faranjiiti gadi miti afaan arabaatii gadi miti. Asirratti hayyoonni warri xiqqoo namni hayyuudha jedhee beeku warri ulaappee ejjigii kana babarreessitanii Oxford dhaqanii bakka adda addaa barreessanii kitaaba wallaa keessan jiru quraanaan dubbifne uban qabdan kitaaba faranjii waliin argeessaniitu baay'ee galatoomaa gaariidha. Sibaat gabra Egzaabeer gaafadhee ture yeroo tokko kitaaba wallaa keenya afaan keenya takkaa dubbiftee beekaa jedhe waan hin adeemis ammaa jechuun egaa waan haasawee hunda qaba waan hunda haasawuu hin danda'amu almuhim hayyoota wanta jedhu bakka kanatti mee amanuu si jedhaan jiru yookaanis nu bara amantiitti si waaman jiru wanni nu jedhaa jiru nu beektaadha si gallee kanaan nu baqatte moo yookaan immoo nutu si hin galin nu barteettaadha nu bari kee nu jibbiri jaallachuufis nu jibbuufis nu baruu dirqama maaliif jennaan iddoo nu gaala qabu si beekaa angoo si beekummaan godhan yoo ta'u hin wanti jechuu barbaadu bakka kanatti kitaaba amantii adda addaa yeroo fakkii gootee miidiyaa irratti dubbattu kitaaba islaamaatti wal bira qabuu hin dandeessu. Maaliif jennaan akka hayyuun barii biyya kana miidiyaa irratti gadhiisanii sirrii miti dogoggortan. Kitaabni islaamaa quraanni waggaa 150 nabi Muhammadii biyya duniyaatti galee barreeffamee jechuun isinirraa dhaga'ee gurra kooti. Doktora Boon dogoggortan. Kitaabni islaamaa gaafa rasuulli jiru barreeffame. Rasuulatti gaafa itti barreeffame. Guyyaa itti sana barreeffame. Karena setiap jawaban. Kita ambil selama panoramatin, ogan itu tuh kosan tapi sih ogan ini, ogan itu tuh ogan isi tuh gujasan ini. Ini sana bodoh tuh ada memang ini, jabarin cukup pangkat ada mapangkana, malah sudah jadi muter tiba sana ini senyumnya, tapi ini kan akan, tapi dia berumpan, chapter ini kasih bos ini kasih akas, jadi ini tuh memang, gapa kemarin itu jadi matu memang, bakal tuh macam kami akan ini banding, isayu sammuti gaafa sana barreeffamte biyyuun gaaffatee bu'aan ati maxaafa jamantu sana fuularee gaaffatee qabne nu guutuu saaffasna nu guutuu sammuutti qabannee deemna ijoollee keenyarraa namoota keenyarraa namni waan ittiin salaatu sammuu sarratti haffasatee qabatee deema ati amantii jamantu keessaa fuularee qayyisiisaa beektaa kamtuu irraan dabinaa ta'uu dandeessu afaan ibraayistii haa ta'u afaan maaliitiin haa ta'u chaatanii mee gaaffatee sammuudhaa qabda kan ittiin fuula keessa rabbii keessa dura dhaabbattu gaafi kanaaf waliin jechuu barbaadu afaan arabaa ta'eedhaa fi islaama qofaaf kennitee isatti biraa galtu miti afaan kiristinnaa Itoophiyaa keessa afaan arabaatiin barreeffame kaasaa gondor Yohaannis afaan arabaa perfektii baratee jira ragaan kan qomoo keessicha isa barsiisa ragaa kitaaba Itoophiyaadhaa jedhame seenaa Itoophiyaatti jedhamee barreeffamantu ilaallaa kaasaa gaafa kaasaa ture gaafa teekuma isin ta'in jechuudha maqaan isaa sagal jijjiirama silaa gaafa teekuma isin ta'in afaan arabaa gaafa inni ta'u taara ta'e gaafa na bira dhufu gaawwanti inni keessa ta'uuf hin jiru afaan kun asli amantiin ittiin dhufeefi afaan kanaan ijoollee kan koo afaan oromoo qabalee saraa sabaletti sabanii lamatti dhiidanii sagaleetti dhalatti ijoollee koo ana wajjin wal qixa beeku afaan oromoo wanni jedhu hin beekni maalinni jireenyicha jiraachuu isa baadiyyaa raroon irra buluu dhabuu jaldeessaa wajjin guddachuu dhabuu mitiidhaan jinii namaa guddachuu dhabuu kanuma kana garaagarummaa qabna malee afaan oromoo keessatti wal qixa beekna. Afaan Amaaraa immoo jiran irra beeka maaliif jaraa foddaadha ambileen jiru amaarummaan na keessa jiru amaariffaan na keessa jiru
Kana bubarda ni wabrati timiti. Kana afana kanati bubarda ni jenis timita gara sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi